طيب يا صديقي، خلينا ندخل كده مع بعض. الاول تريكه معانا في فيديو النهارده، وهي انك لو عندك ملف BSD وفيه ليرات كتير جدا وعايز توصل للاير معين، فهتقعد تبص في البانل بتاعه اللايرز وتشوف اللاير بتاعك ايه علشان تعرف تحدده وتبدا تلعب فيه بالشكل ده. ولكن لو انت معاك ليرات كتير جدا في ملف BSD بتاعك وفي جروبات بقى وحاجات كتير قوي في الملف، عشان توصل لللاير هتوصل ليه بصعوبة جدا. فانت هتروح للطريقة التانية، وهي انك بتجيب على اداة الموف تول، تبدأ تروح على اللاير كده تقف عليه بالشكل ده وتدوس كليك يمين، هيظهر لك اسم اللاير اول واحد، تقوم دايس عليه فيعلم لك على اللاير. ولكن التركه اللي معانا النهارده هي اسرع من كده بكتير. كل اللي عليك انك هتدوس على زرار كنترول في الكيبورد او كوماند لو انت بتستخدم الماك. هتدوس على زرار كنترول وانت جايب اداه الموف تول، وتبدا تروح على مكان اللاير اللي انت عايز تحدده، وليكن هيقوم مسلكت عليه، تقدر تحدده على طول. مثلا هنا يسلكت عليه يحدده على طول، مثلا الايقونه ديت اهي، بدون ما اروح لبانل لايرز خالص. دي هتفرق معاك جدا في الشغل وهتسرع معاك الشغل جدا. دي كانت اول تريكايه معانا في فيديو النهارده، ويلا نشوف بقيه التريكات اللي معانا النهارده. بس انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس لو انت مش مشترك، لحد ما نرجع تاني من الانترو. اشوفكم بعد الانترو. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناه احمد شكشك. في حاجتين اساسيتين دايما بنعملهم واحنا بنعمل اي تصميم، وهي انك لما بتختار الفرشه بتحب تغير في الفلو والاوبستي. وعشان تغير في الفلو والاوبستي بتيجي على الاوبستي من فوق كده وتبتدي تلعب في السهم ده وتزوده وتنقصه علشان تغير القيم زي ما انت عايز. وكذلك الفلو بتعمل فيها نفس الشيء، ولكن انت تقدر تغيرهم بسهوله جدا وببساطه جدا عن طريق انك لو عايز تغير الاوبستي هتكتب الرقم اللي انت عايزه. لو كتبت مثلا 5 فهو كده يعملها لك 50%، لو كتبت 6 يعملها لك 60%، 9 90%. طب لو عايز 55% تكتب 5 مرتين ورا بعض، 5 زائد 5 هتعمل لك 55%. ولو عايزها 35% يبقى تكتب 3 زائد 5 هيعمل لك 35%. طب لو عايزها 5 بس او 3 بس هتكتب 0 في الاول بعد كده 5 يعملها لك 5، او 0 في الاول بعد كده 9 يعملها لك 9. نفس الكلام بالظبط في الفلو، ولكن هندوس شيفت علشان يحول لنا للفلو. فلما ندوس شيفت ونكتب مثلا 0 5 هيعملها لنا 5 بس. لو دوسنا شيفت وكتبنا 5 بس هيعملها لنا 50. لو دوسنا شيفت وكتبنا 6 6 هيعملها لنا 66، او 6 5 هيعملها لنا 65. دي كانت تركايه مهمه جدا هتسرع عليك الشغل في الفلو والاوبستي، انك تغير القيم بتاعهم وانت شغال على طول بدون ما تروح للسهم. وبما اننا في الفلو والاوبستي وفي البرش، فهنروح للتركايه رقم 3، وهي انك لو عايز تغير الحجم بتاع البرش تكبره او تصغره، وكذلك الحديه بتاعه البرش والنعومه بتاعتها تقللها او تزودها. انت زمان كنت بتروح على البانل بتاعه البرش وتبدا تزود السايز بتاعتها من هنا، تلعب في السايز، والهاردنس بتلعب فيه من هنا. ودي كانت اول طريقه. تاني طريقه انك بتروح على الاقواس من الدال والجيم، الاقواس بتاعت الدال والجيم تكبر وتصغر البرش. ولكن الطرق ديت بتاخد وقت شويه. في طريقه اسهل بكتير تتكلم عنها النهارده، انك هتجيب عادي على البرش وهتدوس على الت وكليك يمين في الماوس، هتلاقي البرش ظهرت معاك. لو طلعت لفوق والتحت هتلاقي الهاردنس بتقل معاك او بتزيد فوق وتحت. طب اليمين وشمال هتلاقي البرش حجمها بيزيد معاك. يبقى بكل بساطه هتدوس على الت او اوبشن لو انت في الماك، وكليك يمين بالماوس، يمين وشمال تكبر وتصغر، فوق وتحت الهاردنس تزيد وتقل. طيب التركايه الرابعه معانا، انك لو انت عايز تغير البلندنج مود بتاع صوره، فانت في الطبيعي بتروح على قائمه البلندنج مود وبتبدا تقلب فيها بالشكل ده علشان تشوف البلندنج مود المناسب ليك وتعمله للصوره بتاعتك. ولكن مشكله الطريقه ديت ان انت اوقات كتير ما بتبقاش مركز مع الصوره وبتبقى مركز مع القائمه بتاعه البلندنج مود. طيب علشان نتغاضى الموضوع ده ونبقى مركزين كل تركيزنا على الصوره وبس، هنعمل ايه؟ بكل بساطه هتعمل ايه؟ شيفت والت وزائد وناقص، هيبدا يغير البلندنج مود معاك بالشكل ده. ولو انت في الماك هتدوس شيفت واوبشن مع الزائد والناقص، برضه هيغير البلندنج مود معاك. وبكده انت هتبقى مركز على الصوره بتاعتك بس وانت بتعمل ليها البلندنج مود، ومش هتبقى مركز مع القائمه، ودي هتسرع عليك الوقت كتير جدا. وبس كده يا صديقي، دي كانت التريكات اللي معانا في فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك ليه وشير في الخير عشان الكل يستفيد، لان الدال على الخير كفاعله. ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جايه. وفي النهايه، وان اخطأت فهو مني وان اصبت فمن الله. كان معاكم احمد شكشك. سلام.